أهلا بيكم في حلقة جديدة من مراية الروح. النهاردة هنتكلم عن حاجة كلنا بندور عليها، حاجة بتخلي روحنا تهدى وعقلنا يستقر، وهي مساحة الأمان. طب يعني ايه مساحة أمان أصلا؟ مساحة الأمان مش مكان مادي بس، هي شعور ممكن يكون حضن أم، كلمة طيبة من صديق، أو حتى ركن هادي في البيت. لما تبقى جوه مساحة الأمان بتحس إنك مقبول زي ما انت، من غير خوف، من غير قناع. مساحة الأمان مع نفسك اللي هي ازاي تعامل نفسك بالرحمة مش بالقسوة، وإنك تدي لنفسك الحق تغلط، تتعب، ترتاح. مساحة الأمان تبدأ جواك قبل ما تلاقيها عند حد تاني، زي مثلا إنك تكتب يومياتك من غير ما تخاف من حكم حد. طب مساحة الأمان في العلاقات، كل علاقة صحية بتقوم على وجود مساحة أمان، شخص تقدر تحكي له كل حاجة من غير ما يقلل منك. الأمان مش معناه غياب المشاكل، لكن معناه إنك تقدر تواجهها من غير خوف من الهجر أو الرفض، زي صديقة بتسمعلك لآخر الكلمة حتى لو مش متفقة معاك، وتخفف عنك كل همومك ومشاكلك، تحسسك بالأمان. فقدان مساحة الأمان ساعات بنلاقي نفسنا وسط ناس مش بيدونا أمان، كل كلمة محسوبة وكل تصرف تحت الميكروسكوب، ده بيستنزف الروح. مهم تسأل نفسك، أنا فين بلاقي الأمان وفين بفقده؟ طب هل يا ترى ممكن نخلق لنفسنا مساحة أمان؟ أيوة طبعا أكيد، بخطوات بسيطة. وهي إيه؟ إن أنا أقبل نفسي أولا، وإن أنا أختار الدايرة اللي حواليا بحرص، وأحط حدود واضحة. وافتكر دايما إن أنت تستحق علاقة آمنة. لو في شخص بيقلل منك، قول الكلام ده بيوجعني، أو انسحب بهدوء. يا إما تقوله الكلام ده بيوجعني، يا إما تنسحب بكل هدوء وخلاص ونخلص. التأمل مش مساحة أمان. اتخيل مكان بتحس فيه بالراحة، زي البحر، حضن شخص بتحبه، أو حتى كرسيك المفضل، وقول لنفسك أنا أستحق الأمان. مساحة الأمان مش رفاهية، هي حق أساسي لروحك. ابحث عنها وكونها جواك، وشاركها مع اللي تحبهم، لأننا كلنا محتاجين مكان نحس فيه إننا مقبولين بلا شروط. كده تكون خلصت حلقتنا من مراية الروح. يا رب تكون لمست قلوبكم وسابت جواكم دفى بسيط وإيجابية، وما تنسوش تشاركوها مع اللي بتحبوهم، ومستنية رأيكم واقتراحاتكم للحلقة الجاية لحد ما نتقابل تاني. خلي قلبكم دافي وروحكم هادية، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشتركوا في القناة. أشوفكم على خير يا رب.